صباح الخير، ازيكم؟ بصراحة كنت محتارة في الفطار النهاردة، فقررت ان انا اعمل سمك. تمام. هنعمل مع بعض سمك ورز، وهنعمل السمك بتتبيلة حلوة جدا وبطريقة حلوة جدا بجد. وعايزة اقول لكم ان انا من الناس اللي ما بحبش الخلطة اللي بتتحط جوه السمك، اللي هي الفلفل مع الطماطم مع الثوم والكلام ده. بحس ان هو بيعمل حموضة شديدة جدا بعد الاكل، وبصراحة لا انا ولا الاولاد عندي ولا حتى جوزي بنحب الخلطة دي. فهنعمله بطريقة تانية حلوة جدا، هيبقى برضو متبل وطعمه حلو قوي، وفي نفس الوقت ما هتحسوش بالحموضة او الحموضة اللي انا بحس بيها. معرفش انتم زيي ولا لا. فتعالوا مع بعض كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. فيا ريت لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي. احمد، اسكت. احمد ابني الصغير هيبوظ لنا الفيديو تماما، هيوقعه، هيجيبوا الارض. اسكت يا بابا عشان بنصور فيديو. ايه؟ عايز التليفون؟ امال عايز ايه؟ ايه؟ انا ياسمين مطر؟ انا مطر بس مفيش ياسمين. ماشي. ده احمد ابني الصغير، اصغر حاجة عندي 3 سنين ونص. ربنا يحفظه ليا يا رب. فاقول لكم بقى، يا ريت لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب باسم ياسمين مطر، او صفحتي العامه على الفيسبوك باسم يوميات ياسمين مطر. يلا بينا نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا النهارده ونشوف هنعمل السمك بتاعنا النهارده ازاي. يلا بينا ندخل بقى في الموضوع بتاعنا على طول ونقول انا هنا جايبه 2 كيلو من السمك. طبعا ده سمك مكرونه يا بنات، بحبه جدا، من اجمل انواع السمك اللي انا اكلتها بصراحه. لحمه بيبقى ابيض كده ونضيف، والشوكه بتاعته بتبقى ناعمه، وكمان بيعجبني طعمه جدا. هنا فتحت كيس كده في الحوض علشان ابدا ان انا انضف فيه، علشان الحوض عندي ما يتبهدلش وكمان ما يتكتمش معايا. طبعا بنضف بالمقص اللي عندي، وعايزه اقول لكم ان المقص ده من اهم الادوات اللي موجوده عندي في المطبخ، بصراحه مش بستغنى عنه ابدا. فياريت اللي ما عندهاش المقص ده تجيبه، هيريحك كتير وهتستخدميه في حاجات كتيره جدا. طبعا كلنا عارفين تنظيف السمك ازاي. طبعا هنا انا نضفته وخلصته، وهبدا بقى ان انا اشطفه كويس جدا بالميه، وهنعمل له خلطه حلوه جدا نغسله فيها او ننقعه فيها. بصراحه بتخلي طعمه حلو، وكمان بتخف من ريحه الزفاره اللي فيه. لكن الاول انا مسكته قطعته كده بالمقص لقطع، وعايزه تسيبيه زي ما هو سيبيه براحتك زي ما تحب. حطيت معلقه كبيره من الدقيق وعصير ليمونه وشويه من الميه، وهنقعه حوالي 10 دقايق كده على جنب. تمام. المهم هنا بعد ما نقعته انا غسلته كويس جدا وشطفته، واهم خطوه هنا نعملها ان احنا لازم نحطه في مصفى ونسيبه لحد لما يتصفى معانا كويس جدا. طبعا بحب طبعا انضف الحوض عندي اول باول علشان ما كركبش مواعين جديده، خصوصا ان انا لسه غاسله المواعين بتاعه المطبخ. فعلى طول كده اول باول اي مواعين بتظهر لي بقوم جايه غسلها على طول. والحوض كمان هنا غسلته علشان احافظ على اتخلص من اي زفاره موجوده فيه، طبعا مكان ما عملنا السمك. هنا بقى زي ما قلت لكم اهم حاجه عندنا ان احنا نصفي السمك كويس جدا من الميه اللي فيه. جبت بقى عصير ليمونه كامله، وهبدا ان انا اعصرها، وهنعمل مع بعض التتبيله. تتبيله رائعه بجد. انا بحبها جدا، واي سمك عندي معبله بيها. بحط التوابل بتاعتي كمون وملح وفلفل اسود وكزبره، واهم حاجه عندي بحط معلقه صغيره من القرفه، بتفرق معايا جدا في طعم وريحه السمك بتاعي. هقلب كويس جدا كده بحيث ان انا اوزع التوابل بتاعتي كلها على السمك اللي عندي. زي ما انتم شايفين كده امسكي وقلبي السمك كده في بعضيه، علشان كل السمك يشرب او ياخد من التتبيله اللي انت عملتيها. المهم بقى بعد ما خلصناه كده المفروض ان انا هغطيه وهحطه في التلاجة حوالي 3 ساعات او ساعتين، او يفضل كمان ان انت تبيتيه في التلاجة، مفيش اي مشكلة لحد تاني يوم. تمام.
زي ما انتم شايفين كده غطيته. هاخده بقى واشيله في التلاجة على طول، وبعدين هنبدأ بقى نجهز مع بعض خلطة الدقيق بتاعتنا. طبعا هنا دي نص كوباية من الدقيق، ضفت عليها معلقة كبيرة من النشا، والنشا هنا علشان السمك ما يشربش معايا من الزيت ويطلع لونه ذهبي كده وجميل، وكمان سمكة بتطلع مقرمشة معاكي. طبعا الدقيق هنا تبلته برضو بنفس التوابل اللي انا استخدمتها للسمك. حطيت على دقيق كمون وملح وفلفل اسود وكزبره، لكن بصراحه ما حطيتش قرفه. قلبت كل المكونات في بعضيها، وبعدين نزلت فيه بالسمك زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هننزل فيه هنقليه في زيت سخن. وبس كده خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت. كلنا طبعا عارفين الباقي. عايزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا، وبكون سعيدة قوي وانا معاكم، وبكون سعيدة وانا بصور فيديوهات. وعايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. واقول لكم بقى كده مع الف سلامة وباي باي.